اهلا وسهلا بيكم. بقالي شويه ما نزلتش فيديوهات، والنهارده الفيديو الموضوع بتاعه مهم. ازاي ان انت تتعلم بره مصر وانت جوه مصر، او ازاي ان انت تتعلم في العموم بطريقه احسن، لان احنا عارفين ان التعليم في مصر مش احسن حاجه في الدنيا. التعليم في مصر فيه مشاكل كتير جدا، من تنسيق وان انت تدخل كليه انت مش حاببها وتضطر ان انت تدرس حاجه انت مش حاببها، او من طريقه الدراسه نفسها وان انت محتاج تحفظ حاجات كتير قوي وتسمعها في الامتحان. في حاجات كتير جدا في التعليم المصري للاسف مش كويسه، وفي التعليم العربي في العموم. انا بقالي كتير قوي مش موجود في مصر، سمعت ان في تابلتس وحاجات كتير، بس برضو سمعت ان الناس بتغش اكتر. انا مش عارف بالظبط ايه اللي بايظ، ولكن اقدر اقول لكم ان من ساعه ما انا كنت في مصر كان في حاجات كتير بايظه، واعتقد ان في حاجات كتير بايظه دلوقتي. أبلة ميرفت، ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده؟ ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لنفين أبلة ميرفت بتقولي انها في الانجليش فله. طيب ايه الحل؟ التعليم في مصر مش كويس، هنعمل ايه؟ طبعا في الحل ان انت تحاول ان انت تطلع بره مصر، ان انت تتعلم بره مصر، وان انت تقدم على منح دراسيه، وده الطريق اللي انا اتيسر لي. ممكن يتيسر لك وممكن ما يتيسرلكش. طيب فرضا ان انت ما اتقبلتش في اي منحه، وده بيحصل، وانا اترفضت في منح كتير في حياتي، فهتعمل ايه؟ انت دلوقتي في مصر وانت عايز تتعلم تعليم كويس. في وسائل انت ممكن انت تستغلها وانت قاعد في مصر تتعلم بيها. تعال الاول نتكلم على 4 مواقع ممكن انت تستغلهم في ان انت تحسن تعليمك على حسب انت ايه المرحله العمريه اللي انت فيها. لو انت لسه في المدرسه ممكن تستخدم موقع اسمه كان اكاديمي، أكاديمية خان. هتلاقوا ان الموقع متقسم لمواد، ممكن تدخل على المادة اللي انت عايز تدرسها، هنقول مثلا كيمستري، وهتدخل تشوف التوبيك اللي انت بتدور عليه لو حاجة مثلا انت بتحاول ان انت تذاكرها دلوقتي، وهتلاقي الفيديوهات موجودة عليه، وهتلاقي ان في اكسرسايزز ممكن انت تحلها بعد ما الفيديوهات تتفرج عليها. في الاخر خالص كل التعليم ما هو الا انت بتخلق نيورال كونكشنز في دماغك بتوصلك لنتيجة معينة. لو انت فكرت في 2 تايمز 2 4، ده كده نيورال كونكشن، من كتر ما انت شفته كذا مرة خلاص عرفته. طيب انت عشان تفهم حاجة والحاجة دي معقدة وصعبة، او عشان تفهمي حاجة والحاجة دي معقدة وصعبة، محتاجة انك تقعدي وقت بتستهلكي القدرات العقلية بتاعتك في انك انت تبني النيورال كونكشن دي. واحيانا لما الواحد بقى بيفهم بيجيله الاها مومنت دي، انا لقطتها دي، لما الموضوع بقى بيفاير كده في دماغك وتروح. ده شعور جميل جدا، شعور جميل جدا. فالتعليم حاجة كويسة. طب لو انت خلصت المرحلة العمرية بتاعة المدرسة وانت دلوقتي عايز انك انت تدرس حاجات كورسات في الجامعة، في دلوقتي الاوبن كورس وير اللي موجودين، اللي انا الثلاثة اللي انا عايز اتكلم عليهم هم MIT Open Courseware. كل الحاجات اللي في MIT، الجامعة بتاعت MIT Massachusetts Institute of Technology، ودي من احسن الجامعات اللي موجوده في امريكا، هم فاتحين التوبكس بتاعتهم واللكتشرز بتاعتهم ومسجلينها، وممكن انت تتفرج عليها. لو انت عايز تدرس algorithms او data structures هتلاقي ان في كورس على MIT Open Courseware. تاني ريسورس ممكن انت تستغله هو ستانفورد برضو فاتحه اللكتشرز بتاعتها. انا عارف ان MIT Open Courseware منظم اكتر وعندهم ويب سايت. وطبعا كورسيرا وإريكس. كورسيرا انت ممكن ان انت لسه حتى الان ممكن ان انت تاودت الكلاس. لو انت مش عايز السيرتيفيكيشن وانت بس عايز تتعلم، ممكن تاودت الكلاس. اوديتنج الكلاس معناها ان انت تحضر اللكشر وتحضر المحاضرات وتتفرج على الفيديوهات وكل حاجه، وحتى تحل الاسئله، بس في الاخر خالص ما يجيلكش السيرتيفيكت ان انت خلصت الكورس. ودي مش مهمه قوي لو انت بس بتحاول ان انت تحصل على العلم. لو انت عايز سيرتيفيكت انت ممكن تاخدها، تدفع وتاخدها، ولكن الفكره انها ببلاش لو انت مش همك وبس عايز تحصل على العلم. علم. انا ممكن اجاوب يا استاذ؟ محدش هيجاوب. طبعا انا ما اعتقدش ان انا قلت اي حاجه جديده، انا اعتقد ان كل الناس سمعت عن ال4 مواقع دول، ولو انت ما سمعتش عنهم يعني الحمد لله ان انت سمعت، او الحمد لله ان انت سمعتي عنهم دلوقتي، لان هم مواقع قويه جدا وممكن انها فعلا تساعد ان انت تتعلم تعليم احسن بكتير. المشكله بقى بتحصل في ايه؟ ان انت ده اللي بيحصل لي، ودي الحاجه اللي انا عايز ان انا اوفرت للكوميونتي بتاعتي، دي الحاجه اللي انا عايز ان انا اقدمها للمجتمع بتاعنا بتاع العيله اللي ممكن تكون مختلفه شويه. انت دلوقتي بتحاول ان انت تتعلم توبيك معين ودخلت على كورسيرا ولقيت الكورس اللي انت عايز تتعلمه، ولكن اللي بيحصل ايه؟ ان انت تبدا وبعدين الحياه بتشغلك، وبتلاقي نفسك مش عايز تدخل تتفرج على الكورسات دي او تتفرج على الفيديوهات دي مع نفسك في الاوضه لوحدك، او مع نفسك في الاوضه لوحدك، فبتلاقي نفسك ان انت بتتسوف وبتكسل وبتروح تعمل اي حاجه تانية، وبعدين في الاخر خالص عندك امتحانات بتاعه المدرسه نفسها او امتحانات الجامعه، فانت مش فاضي ان انت تتعلم مع نفسك. انا عايز ان انا احل المشكله دي، لان المشكله دي كانت بتواجهني انا شخصيا.
طيب هنعمل ايه علشان نحل المشكله دي؟ حل الاول دلوقتي هيكون مبدئي، ولكن انا شغال على حاجه ببنيها انها تساعدكم ان انتوا تعملوا الموضوع ده بشكل احسن بكتير. وهتكلم في الموضوع ده في فيديو مختلف. اتمنى ان انتوا تتابعوا القناه لو انتوا عايزين تعرفوا انا ببني ايه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان دلوقتي احنا عندنا ديسكورد سيرفر، والديسكورد سيرفر ده احنا ممكن ان احنا نستغله بشكل كويس. احنا ممكن ان الناس اللي عايزه تتعلم توبيك معين او كورس معين على كورسيرا ممكن انها تتجمع على الديسكورد سيرفر ده، وهنعمل لهم توبيك مثلا data structures and algorithm كورس كذا كذا في ستانفورد كورس وير، وتلاقي الناس اللي بتحاول انها تتعلم الكورس ده حواليك او على الديسكورد سيرفر، وتعملوا انتوا بقى الجروب بتاعكم وتقعدوا ان انتوا تحفزوا بعض، تعملوا ورك سيشنز مع بعضيكوا، تقول انا خلصت كذا خلصت كذا، ان انت تحس بس انك مش لوحدك لما بتخلص، وتحس انك انت في يعني نوع من التيم او العزوه. ممكن كمان لو انتوا قريبين من بعض في مصر ممكن انتوا تنزلوا تتقابلوا وتذاكروا مع بعضيكوا. الكلام ده كله ممكن انتوا تعملوه وتنظموه مع نفسكوا. ولكن انا عايز ان انا اوفر الديسكورد سيرفر، هيكون في تشانل هنخلقها هتكون مكتوبه بس كده دعايه للكورس اللي انت بتشتغل عليه دلوقتي او انت بتحاول تتعلمه. فلو انت عايز ان انت تستخدم المواقع دي وتتعلم حاجه بس مش حاسس انك انت قادر يعني تنتظم ومحتاج ان يكون في نوع من الاكاونتابيلتي، ادخلوا على الديسكورد سيرفر. هيكون في تشانل، انا هلينك الديسكورد سيرفر برضو في الديسكريبشن. هتدخلوا على الشانل دي وهتقولوا الكورس اللي انا بحاول اتعلمه هو كذا كذا مثلا. طيب اللي انا قلت دول الاربع مواقع دول الاساسيات بتاعه ان انت تتعلم بره مصر وانت جوه مصر، ولكن في طرق تانية وسبل تانية ان انتوا ممكن تستغلوها ان انتوا تحسنوا التعليم بتاعكم من وانتوا في مصر. ايه السبل دي؟ اول حاجه العمل التطوعي. هدي مثال، لو في عمل تطوعي عندك في الجامعه او عندكم في المدرسه ومحتاجين جرافيك ديزاينر وانت نفسك ان انت تتعلم جرافيك ديزاين، قدم. الطريقه دي انا استغلتها في حياتي وغيرت حياتي بالكامل. انا ما كنتش بعرف اصور، بس الطريقه اللي انا اتعلمت بيها التصوير ان انا لقيت عمل نشاط طلابي وكانوا محتاجين مصور، وقلت طيب انا نفسي اصور، انا هعمل ايه؟ انا هقدم. واثبتت ان انا يعني عندي نوع من الابداع ونفسي ان عندي عزيمه ان انا هتعلم والكلام ده، ودخلوني واتعلمت منهم كتير جدا لان هم كان في مصورين احسن مني في التيم. ونفس الشيء عملته في الجرافيك ديزايننج، نفس الشيء عملته في الكودينج، نفس الشيء عملته في المهارات اللي انا اكتسبتها في حياتي. بتحاول ان انت تلاقي مجتمع بيعرف يعني انت حاسس بالطاقه حواليه، بيعملوا حاجه انت مؤمن بالميشن بتاعتها او مؤمن بالفيجن بتاعتها، وبتحاول انت تدخل معاهم وتتعلم على قدر الامكان حتى لو مش هيدفعوا لك اي حاجه في الاول خالص وهو عمل تطوعي. دي من احسن الطرق اللي انا شفتها في حياتي ان الواحد ممكن ان هو يتعلم بيها. فلو انت حاسس ان انت متكتف في حياتك او زهقان مش حابب اللي انت تدرسه، شوف لو في اي عمل تطوعي على مثلا فيسبوك او على الجروبس اللي انت داخل فيها في تيليجرام او ايا كان في الجامعه اللي انت فيها، وشوف لو تقدر تلاقي حاجه ان انت تقدر تعملها in person مع الناس. وحاجه كمان انا هافرت كمان على الديسكورد سيرفر بتاعتنا ان احنا هنعمل شانل فيها الاعلانات بتاعه الاعمال التطوعيه. لو حد يعرف عمل تطوعي او نشاط طلابي ومحتاجين كذا او محتاجين كذا، يبوست على الديسكورد سيرفر ويقول احنا النشاط بتاعنا بيعمل كذا ومحتاجين ناس كذا، مين حابب ان هو يدخل معانا؟ الدنيا كلها تتغير. نظام التعليم بتاعنا ده هيتكسر وهينكمش مش بس في مصر، في العالم كله. كل انظمه التعليم هتفشل في خلال السنين اللي جايه. وعشان كده انا غرضي في حياتي ان انا ابني النظام التعليمي اللي جاي. الديسكورد سيرفر بتاعنا حاليا بيكبر وفي حاجات كتير قوي بتحصل في الديسكورد سيرفر انا نفسي مش متابع فيها، ولكن في مودريتورز شغالين على الديسكورد سيرفر ده. فالناس اللي حابه انها تدخل هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. احنا في يوم من الايام مش هنستخدم ديسكورد وهنستخدم الحاجه اللي انا شغال عليها، البلاتفورم اللي انا بحكي لكم عليه ده. ولو حابين تعرفوا اكتر عن البلاتفورم ده وبتحبوا المحتوى بتاع القناه ده، اتمنى ان انتوا تدوسوا على زر السبسكرايب، واشوفكم في فيديو قريب. خلوا بالكم نفسكم. باي باي. انا صقر السين ولي العهد صلاح الدين، اقول لك كلمه تقول لي